ريال مدريد اليوم سرق المباراة من إلتشي، يعني كان مسيطر إلتشي على مجريات اللقاء تقريبا، عدا ريال مدريد يجوا كم فرصة، بس السيطرة الميدانية كانت لإلتشي. شوف معي الحالات التحكيمية، شوف الهدف الأول لريال مدريد، شوف هون بيلينغهام عطى اسيست لهويسن بإيده، الحكم ما شافه، يلا معلش. طيب شو مشان غرفة الفار؟ أيمت لازم تتدخل غرفة الفار، مو بهيك حالات؟ حتى المخرج عادة، وعصام الشوالي ما حكى عنها. طيب مرقناها. شو مشان الحالة الثانية، الهدف الثاني، شوف معي انت. طيب الهدف الثاني هون فينيسيوس ضرب الحارس بينيا بإجره. طيب ما المفروض الحكم يحسب خطأ؟ مفروض الهدف الثاني لريال مدريد ما ينحسب، الحكم حسبه حتى ما رجع للفار، يعني ما رجع شاف الحالة مرة تانية. غريب، يعني حتى الحارس نزل من أنفه الدم مثل ما شايفين. يعني ما بعرف ايمت لازم يتدخل الفار، ما بعرف يعني ليش بمباريات ريال مدريد تحديدا ما بيتدخل فيها الفار. لا وزيد الطين بلي انه اخر الدقائق تقريبا الحكم حسب ضربة مرمى بضل ضربة ركنية لإلتشي. ما بعرف الحكم كأنه بده فوز لريال مدريد، يعني حتى عطى الدقائق انه بده يدخلوا هدف الثالث، وانتهت المباراة بالتعادل. شو رأيك انت بالحالة التحكيمية؟ اكتب لي بالتعليقات، ولا تنسى متابعة الصفحة.